السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله النهاردة كده مستمرين معاكم في تربية دورة البط الخليط المسكوفي. وكمان بنعمل كده خلطات موفرة للعلف وحاجات كده بتخلي البط يعني يجي معاك اليوم ب10. وهنتكلم برضو كمان من خلال الفيديو عن مميزات البط اللي قدام حضراتكم ده، ايه هي المميزات بتاعته، وبتعامل معاه ازاي من عمر اليوم لحد لما يوصل لعمر الذبيح كده. ما شاء الله شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا ابتديت كده ان انا صورت معاكم من دورة البط دي من اول لما طلع كده من رقد البطة لحد لما ابتدى ان هو يكبر ويجيب الحجم اللي قدام حضراتكم ده. يا ريت كده لو انت لسه جديدة معايا على القناة ولسه اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي تنزلي تشتركي فيها، وكمان يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك. طبعا السقاية انا بحط السقاية كده في جانب لوحدها بعيد عن الاكل علشان البط ما يبهدلش المكان كله. هنا طبعا هبتدي ان انا نشوف مع بعض الخلطة الموفرة اللي انا عملتها النهاردة، واللي هي بتجيب نتيجة معايا بسرعة جدا، وبتخلي البط كمان يكبر معايا بسرعة جدا جدا ما شاء الله. شايفين حجم البطة اليوم بيجي معاه بيومين بفضل الله يعني، وبالخلطات اللي انا بعملها للبط. طبعا الخلطة بتاعتي زي ما حضراتكم كده شايفين ايه هي الخلطة الموفرة اللي انا عاملاها لهم. انا بسلق لهم الرز اللي هو بيكون متكسر ما يصلحش للاكل كده، ببتدي ان انا اسلقه كده بشوية مية وبسيبه لما يبرد خالص. بعد كده بقطع عليه العيش اللي بيكون بايت عندي مع شوية علف 23%. البط ده طبعا بياكل علف 23%. طبعا هنا معلقة زعتر ناعم، معلقة من الزعتر كده ابتديت ان انا ضربتها في الكبة كده بحيث ان هي تكون ناعمة، ومعلقة من الكزبرة الناشفة ناعمة برضو كمان، وبصلاية كبيرة كده بشرتها. وببتدي كده ان انا اقلب كل الخلطة مع بعضها وبحطها كده للبط. فبرضو هتشوفوا معايا والبط وهو بياكل من الخلطة. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حطيت كده الاكل قدامهم، يعني هتجيب الرز اللي هو ما بيكونش صالح للاكل اللي هو متكسر ده، هتبداي ان انت تسلقيه كده بشويه ميه وتسيبيه لما يبرد خالص، وبعدين تلفيه كده بشويه عيش مقطعين متقطع يعني، او عيش تفركيه كده وتنعميه مع شويه علف 23%، لان البط طبعا لسه صغير فهو بياكل علف 23%. وبعد كده بشرت بصلاية، معلقة زعتر ناعمة، معلقة كزبرة برضو ناعمة كبيرة، وقلبتهم زي ما حضراتكم شفتوا كده قدام. عملت قلبتهم كلهم مع العيش بالكسر الرز مع شوية العلف وحطيتهم للبط. خلطة موفرة جدا وفي نفس الوقت حضراتكم شايفين كده البطاية اليوم بيجي معاه بيومين. طبعا انا بصور دفعة البط دي من الاول خالص معاكم، وبكل حاجة بعملها يوم بيوم كده بنزل معاكم فيديو. طبعا ما شاء الله من مميزات البط ده طبعا بيتميز بالمناعة، مناعته عالية جدا جدا. بينتج بتنتجيه من البيت من البط اللي بيقعد ده بط خليط بلدي، بلدي مخلط يعني، واخد من البلدي ومن المسكوف. ده رقد كام بطة، رقد حوالي عن 3 بطات كده كانوا مطلعين عندي مرة واحدة. فابتديت كده كلهم عمر واحد، فابتديت ان انا بنزل لكم فيديوهات بيهم اول باول كده، وماشيين طبعا بالخلطات اللي هي الموفرة ليهم. يعني انا ما باكلهمش علف صافي ونفس الوقت بيكبروا معايا بسرعة. شايفين البط بيتحرك في المكان ليش الارضية ناشفة خالص، فرشالهم التبن اهو. وكل كل ما الارضية بتتبهدل تحتهم ببتدي ان انا اجدد لهم الفرشة تحتهم، فعشان كده تلاقي البطاية ريشها بيلمع عليها، بتلاقيها بتاكل وبيبان عليها، واليوم بيجي معاها بيومين ما شاء الله. فابتديت بقى ان انا حطيت الاكل ليهم. طبعا هو طبيعة البط يعني حبة بتلاقيه بياكل وحبة بتلاقيه بيريح، يعني مش طول النهار على الاكل وعلى المية.
ابتديت بقى ان انا حطيت لهم الوجبة دي وجبة اخر النهار. فبيبتدوا كده ان هم ايه ياكلوا ويخلصوا الاكل ده خالص. باجي على الصبح كده ما بلاقيش اي حاجة قدامهم خالص غير المية. فببتدي بقى ان انا اعمل لهم وجبة تانية، تاني يوم. ليه؟ لان البط ده انا باكله كم مرة في اليوم، باكله 3 مرات. مرة الصبح يعني على الساعة 7 الساعة 8 كده، ومرة بعد الظهر، وباجي كده على اخر على المغربية كده، او يعني قبل المغرب بشوية بحط لهم الوجبة اللي هي الاخيرة. فبتبتدي البطة بتلاقي الحصالة بتاعتها اتملت كده بالاكل وخلاص شبعانة، فبتنام على كده. تاني يوم بتلاقيها عندها اقبال كده على الاكل. اول ما بتحط لها وجبة الفطار اللي هي الاولانية، بتلاقي البطة ايه بتاكل معاكي. هي ديت الطريقة الصحيحة اللي انت تمشي بيها للبط بتاعك. طبعا انا هنا بأسس البط بتاعي من عمر اليوم لعمر 25 يوم على ايه، على علف 23%. وكمان بضيف عليه الخلطات اللي هي الموفرة اللي انا عملتها طول الفترات اللي فاتت دي. يعني من 5 يوم كده وانا ببتدي ان انا اعمل للبط ده حاجات كتيرة جدا عملتها ليهم، خلطات كده ايه منها بوفر من كمية العلف ليهم، وفي نفس الوقت ما بأثرش مع البط معاه. يعني بتبتدي البطة ان هي برضو ايه تكبر. فاحنا كده هندخل على مرحلة الريش لما البط يبتدي ان هو يريش. فالخلطات دي بتكون روافع مناعة، فيها مضاد سموم، فيها فيتامينات، كل حاجة البط بيكون محتاجها في الفترة دي. أهم حاجة في تأسيس البط هو الشهر الأول. عديتي من عمر اليوم لعمر الشهر كده، عديتي صح، بتلاقي البطة خلاص ابتدت إن هي تفرد معاك وتكبر وتزيد معاك في الوزن، واليوم بيجي معاها بيومين. إن شاء الله بإذن الله برضو مع بعض مكملين أي حاجة جديدة. هنزل برضو معاكم فيديوهات لدورة البط دي. بس عايزين كده لايكات كتيرة للفيديو ده علشان الناس اللي هي حابة ان هي تربي تربية بيتي صح تتابع معانا، وان شاء الله بإذن الله مكملين كده مع بعض مكملين. وحبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.